عليكم السلام. يلا 3 2 1. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من قناه ماريانو، والنهارده حلقه جديده في محرم بيه. اللي ما يعرفش، فمحرم بيه بالنسبة لي تعتبر طفولتي كلها، يعني تقريبا عشت فيها فترة من حياتي وأنا صغير، وعديت على حاجات كتير ممكن ما كنش فاكرها دلوقتي، لكن كانت كلها ذكريات، بشوارعها القديمة، بناسها اللي دايما تحسهم لطاف معاك، بالترام الأصفر اللي دايما كنت بحاول ان انا الحقه، بالاكل اللي انا كنت باكله وبجيبه من هناك. فحلقتنا النهارده هتكون تقريبا استرجاع ذكريات، بسترجع كل الحاجات اللي انا جربتها وانا صغير والحاجات اللي انا نفسي اجربها تاني وانا كبير. فيلا بينا نخش على الحلقه ونشوف ايه اللي عندنا النهارده. جبنا اول حاجه من العصافيري، طبعا بدايه يوم عادي جدا في محرم بيه. جبنا 2 براك جبنه و2 كان اسمه براك صح؟ بوريك. وديت كانت ايه، معموله بالايدي، معموله بالحب، معموله بالعجوه وبوريك جبنه. الحاجه الحلوه اللي هي طلعت وزاره. تسلم يا غالي. يلا بينا بسم الله. بدايه يوم لسه هيطول معانا تقريبا عشان البيم نزلنا الساعه 3، فممكن نتاخر شويه بالليل. ما حبيتهاش. تعالى بقى نخش على المعموله اللي بالعجوه. انا حاسسها قرص اكتر من اللي هي معموله. لا بس شغل جامد. دي كان ثمنها كام تقريبا؟ 7 جنيه 8 جنيه. يعني دي احلى. بس انا بحس ان هي يعني حاجه بايته شويه، مش عارف ليه، بس هو طعمها حلو. ناخد لنا بقى بق الشاي. مش عارف ليه بتكلم وناكل بقي. ناخد لنا بق الشاي ونطلع على الوجهه اللي بعديها. يلا بينا. بصوا بقى يا جماعه، عامه اللي ما يعرفش، محرم بيه ديت اصلا كانت منطقتي وانا صغير. كان دايما ليا ذكريات مع فطير ايه، او اسمه بيتزا ايه يعني عامه. فكان ليا ذكريات معاه، اللي هو كنا كل جمعه كنا بنطلع مثلا بالليل نجيب لنا فطيره او بيتزايه. فكان بالنسبه لي ديت ذكريات جدا. فانا مش عارف هل لسه محافظ على المستوى اللي احنا كنا مجربينه زمان ولا لا. خلينا ندوق. احنا عامه جبنا فطيره صدق بس، مش وش كيري ولا حاجه، عشان مش عايزين نقفل بطننا على اول اليوم واحنا لسه ما اكلناش حاجه. عامه بيتزا ايه دوت موجود تقريبا من بقاله 80 سنه ولا حاجه شبه كده، مش عارف ايه بالظبط يعني. لو عرفت هبقى احط لكم، بس انا فاكر اللي هو كان من زمان جدا. هو محل عامه صغير، والناس بتاعه عواجيز كده كبار شويه في السن، فتحس اللي هو عريق كده شويه. ديت الفطيره بتاعته، جبنا فطيره صدق مش محشيه اي حاجه، هي مجرد فطيره صدق نسترجع بيها الذكريات. هي محمره كده من فوق شويه، ورشش عليها مش عارف ده فلفل اسود ده ولا ايه. خلينا ندوق. بسم الله. سخنه قوي. بقول لك ايه، لسه جامده. هو مش حاطط صدق كتير اصلا. استرجل انا. لا انا سنة تبرد. احلى مسا عليك. ماريانو. عارفها. لا مش تيك توك ولا واتساب. يوتيوب. في فيسبوك اصلا؟ لا مفيش. نزلها ده عشان ماشي. ما يعرفوش ان انا عندي 1600 سبسكرايب. يا جماعه ما تنسوش اللايك الشير السبسكرايب، عشان ايه ما يبقاش منظرنا وحش قدام الناس. نخلص بقى الفطيره ديت ونخش على الوجهه اللي بعديها. يلا بينا. ولا انت ايه رايك؟ حلو. مش هتطلع مني في حاجه، رجع البتاع زي ما كانت. راح فين طعم زمان واحلى من المقام كمان بخبط في حد، بس والله طعمها احلى من المقام. احنا دلوقتي في الترام. انا حاسس ان احنا لو نزلنا مشينا هتبقى اسرع من كده بكتير. يا مسهل. وجهتنا النهارده لبرجر كده سمعنا عنه على تيك توك، اسمه برجر مزاج او بمزاج او المزاج، مش عارف والله اسمه ايه بالظبط، لكن هو في ميدان الرصاف. فمسهل بقى. هو بص اللوكيشن قايل لنا اللي هو 7 دقايق مشي. احنا هناخدها بالترام في نص ساعه بس، بسيطه يعني. ثالث ديستنيشن معانا وهو برجر مزاج. هو لقيناه في السكه كده، كانت وجهتنا الصراحه اللي بعديها كانت كرك يعني، بس قلنا نجربه بالمره. كملنا عليه فيديوهات كتير. احنا طلبنا حاجتين وهو ادالنا حاجه زياده هديه تقريبا. احنا طلبنا برجر مزاج اللي هو مشهور بيه، لو بيبقى برجر محشي جبنه وعليه بقى الحركات جبنه وحاجات غريبه كده عليه. وطلبنا سماش برجر دبل عليه مشروم، وهو ادالنا برجر فراخ هديه. فخلينا بقى نشوف ايه اللي هيوصل لنا بقى وبتاع، عشان نجرب يعني ونروح الديستنيشن اللي بعدها. مش عارف ليه بقيت اتهته
فاتح دلوقتي ممكن عشان الدنيا زحمه، بس مش ناسيلك برضه الحركه اللي انت عملتها، هطلعها برضه في الفيديو. زي ما قلت لكم هو عامه قعد وقت حبتين 3 شويه عشان الناس عنده كتير قوي. فدوت البرجر اللي هو اداهولنا هديه. ده بقى الايه السنجل والدبل. بص كده دوت اللي هو المفروض السماش برجر المشروم، بيجي معاها شويه بطاطس بس حلوه. خلينا نخش كده على البرجر. باين معاك؟ ماشي خلينا كده بقى بسم الله. هو الدنيا ملحوسه شويه بس. فاكرين الحلقه اللي احنا كنا عاملينها عن احسن سماش برجر؟ حاسس ان دوت كان ممكن يخش معاهم في التشيزي مشروم. الصراحه ينافس جدا بس انا محتاج جرافز تاني. شباب الجميل. شباب المكافح تحفه بامان. حبيبي والله. بجرب دليفري. ماشي دوت لازم تجربه. نخش على اللي بعده. المفروض اللي هو برجر المزاج. اللي انا فهمته اللي هي بتبقى برجرايه محشيه جبنه على جبنه من الوش وتقريبا بيكن من تحت، يعني حاجه في البيزك منه. بس انا مش شايف ان هو محشي جبنه ولا حاجه، ولا هو عشان مش باين ولا ايه. ماشي بسم الله. دي مش بيف بيكون، دي بسطرمه. هو تقريبا هو قايل صح اللي هي بسطرمه. هو قال لي هي بيف بيكن. هي كارفه شويه على بسطرمه، وانا الصراحه ما شفتش ان في اي جبنه جوه البرجر، يعني قاعد بفعص في امها اهو مش عايز مش عايز اطلع اي حاجه. بس هو كلحمه وكبرجر عامه هو طعمه حلو جدا، بس مش ده اللي انا كنت متوقعه من البرجر المزاج وكده. يعني احنا طالبين برجر مزاج على اساس اللي هي اللحمه. لسه كسر عينك بسندوتش وقول كلمتين حلوين. ليه يا عم السماش برجر جامد يا معلم يا معلم. احنا جايين نقول الحق. حتى النص بتاعك ما فيهوش برضه جبنه. بص مالك بالنص بتاعي يعني. يا عم بشوفه يا عم. في ايه يا عم؟ حلو يا عم. في ايه يا عم؟ ايه ادانا واحد فراخ هديه على اساس ان احنا نجرب المنيو كلها. ادينا جلافزات كتير بقى. مش عارف يفتح. اهي بعرف افتح يا صاحبي. بعرف افتح. نجرب اخر واحد بقى الفراخ. خش عليا حته التركي حته الفراخ. هي كانت على فكره في الفيديوهات اللي كان الناس بتصورها كانت اكبر من كده شويه. ايه ورشه الجبنه. اللي عاجبني في كل دوت الصراحه رشه الجبنه اللي هو حاططها دي. هو عامه بيحط الجبنه بتبقى سخنه. هو تحس ان هو صغير بس هو محشي كويس. ماشي بسم الله. على التيك توك هتشوفك على التيك توك عامل لك كبسي. فراخ حلوه قوي. كنتش متوقع الكواليتي ديت من برجر فراخ، بس هي حلوه. التتبيله فيه احسن صراحه، لكن هو ككواليتي البرجر نفسه حلو قوي. هو بس اللي خايب ظني برجر مزاج ده. كنت متوقع ان هو يبقى بوم متخ وكده يعني. يلا على الديستنيشن اللي بعدها. برضه عشان نقول لي لينا ولا علينا. هو بص يعني حته البزازان بتاعت اللحمه ديت احنا اتكلمنا معاها فيها. يعني لما تحط جبنه في اللحمه هي اوريدي لما بتتحط على النار بتنفش، فالجبنه بتطلع على الجريل بقى بتبقى ممزوجه كده باللحمه، فعشان كده ما لقيتش البزه واللزه والحاجات اللي هم كانوا بيتكلموا عليها دي. بس يعني قلنا نوضح عشان ما نظلمش حد في الفيديو، عشان برضه احنا تقييمنا انتوا عارفين طبعا تقييم عادل جدا. احنا دلوقتي رايحين على الديستنيشن اللي بعدها وهي المفروض كركي. حبه بقى فرايد تشيكن بقى وبتاع. يا رب يكون محافظ لسه على البراندنج القديم بتاعه، ما يكونش عمل ابديت يعني، عشان ده اصلا انا رايح له عشان كده. حاسس ان انا داخل بالكاميرا في بقي. فبس خلينا نروح على كركي. مش عارف ديت الديستنيشن رقم كام الصراحه، لكن ادينا ماشيين. كركي بقى. كركي يعتبر من احسن مطاعم فرايد تشيكن في اسكندريه. مش عارف جربناها في اول فيديو على القناه تقريبا، حاجه شبه كده، ولا تاني فيديو. بس المفروض الفرع الاساسي بتاعه اصلا في محرم بيه. هو المفروض البراندنج بتاعه كان متغير شويه يعني. بص ده كده البراندنج بتاعه، اللوجو الصغير اللي تحت ده بعد كده عمل ريبراندنج بقى وانتشر في كل حته وفتح في سيدي بشر وكده. بيقولوا اللي هو الفرع الاساسي بتاعه هو احسن فرع فيهم. فخلينا نشوف. احنا عامه جبنا سناك بوكس قطعتين، المفروض اللي هي سبايسي. بحب حته الفوكس دي. المفروض جبناهم صدر، فهو صدر وجناح. بسم الله. حلو جدا، بس المشكله لو سخن بس شويه. الفراخ نضيفه جدا من جوه. السبايسي بتاعه حلو جدا. الفراخ طريه، مع ان ده المفروض اللي هي الوايت ميت. جامد. الوجبه ديت عامله لها تقريبا 104 105 يعني. تبقى قطعتين وشويه بطاطس وعيش. ده حجم الصدر. بحب اعمل الحركه دي قوي. يلا اوف. تتبيله لحد جوه ايه، عشان ايه بس الناس اللي تقعد تقول التتبيله ومش التتبيله والكلام العبط ده. ثانيه، ما انا من الناس العبيطه دي برضه. كانت ناقصه لها صوص بس.
بس طعمها تحس ان هو لانشون من التتبيله بتاعتها. لا يا جماعه تحفه. فيها اصلا الفراخ لوحدها من جوه فيها طعم، مش مجرد بس اللي هي فراخ عاديه. وحتى البطاطس بتاعتهم حلوه يعني. حاسس ان انا مش هقدر اكمل باقي الفرخه ديت. مش عارف هيرضوا يخلونا ناخدها تيكا. هيرضوا ياخدها تيكا وي دي. فنقول لك يلا بينا يلا بينا. الوجهه اللي بعديها عم خلف، طبعا رمز من رموز عم الوجهه اللي بعديها عم امين، طبعا ده علم من اعلام الرصافه. هو كوبري ابو عين واحده تقريبا، عين واحده صح. جبنا ده المفروض رغيف الكبده بتاعه ده ب 10 جنيه، ولقينا هنا شويه بهارات، فمش عارف دي بهارات ولا سم فران ده ولا ايه. ماشي. وعصره الليمون هي رشت في كل حته ما عدا الساندوتش. يلا بينا بسم الله. حاسس ان انا اكلت عيش بس. حلو. ممكن كمان احسن من الفلاح شويه صغيره، بس مش قوي، بس حلو. اصلا اللقمه بتاعته كبيره مش زي بتاعت الفلاح، اصغر من كده شويه تقريبا. الحشو عشان تقريبا عنده عادي ومخصوص، بس عجبني. ممكن اطلب لي. مش هقدر، لا مش هقدر. احنا سندوتشين كفايه. يلا نشوف ايه اللي هناخده بعد كده ونقفل بقى عشان طولنا اليوم قوي. يلا بينا. اخر حاجه معانا بقى النهارده وهو جيلاتي بيومي، تقريبا من 1925، في حاجه من القديم منه. غالبا الناس كلها هنا تعرفه بس انا ما اعرفوش، اول مره اجربه. ما جربتوش وانا صغير قبل كده، ما كناش بنوصل للحته ديت عامه يعني. فعامه انا طلبت فستق ومانجا، وهو بيحط لك عليها كده من فوق حته قشطه. فخلينا نجرب. حته القشطه اللي فوق دي حلوه قوي. حلوه بس مش عارف ايه دي. انا خايف تكون مثلا غطا ولا حاجه وانا اكلتها. دي كده اخر وجهه بالنسبه لنا. بس دي كانت نهايه حلقتنا النهارده. ولو عجبتك الحلقه ما تنساش اللايك الشير السبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وبس دي كانت تجربتنا النهارده لمحرم بيه. ولو عايزين اماكن ثانيه ممكن تكتبوا لي تحت في الكومنتات. وبس كده، يلا سلام.